السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. النهاردة هنعمل أحلى شوية كبسة بقى. أول حاجة بنجيب اللحمة طبعا بتاعتك تقطعها التقطيعة اللي انت عايزاها. جيبي حلة فاضية متحطش أي مواد دهنية ولا أي حاجة، وحط اللحمة فيها كلها تحت الأول. الحلة تكون سخنة عشان اللحمة اللي تقع تسمع اللي هي التش دي، عشان اللحمة تبقى حلوة، تبقى من جوه طرية ومن بره حلوة. عشان لو حطيتيها والحلة باردة هتنزل المية بتاعتها كلها، هتلاقي اللحمة من جوه متفلة كأنك بتعملي لها صدمة كده. حطي كل كمية اللحمة بتاعتك، دول حوالي كيلو الا ربع لحمة. تبدأي بقى تنزلي بيقولوا ايه، يعني كل المنكهات اللي انت بتحبيها. انا بحط طماطم، بحط بصل، بحط لو عندي جزر بحط، بس الصراحة ما كانش عندي. إيه، بحط لورا، بحط حبهان، بحط عود قرفة خشب مش عود قوي، نص عشان ما يبقاش زاعق قوي، وفلفل اسود بس مش كتير، حاجة بسيطة عشان ما يسودش الشوربة بتاعتك. تبدأي طبعا تقطعي بقى كل الحاجات بتاعتك عليها، اي تقطيعة بقى عشان هي كده هتتسلق معاها. دي من احلى الاكلات يا جماعة والله، في العزومات وفي اي حاجة في العموم، كبسة لحمة او كبسة فراخ. حلوة قوي، ولو عملتيها مثلا في النص كده يوم عزومة او حاجة بتبقى جميلة. اهم حاجة كده تدعموني وتدعموا القناة، تدوس لايك، تعمل اشتراك، تابعني، تعليق حلو كده. واللي عنده برضو افكار تانية ممكن يقولها لي، احنا كلنا شطورين يعني. انا بحب اللورة شوية في الشوربة، بحب احط شوية محترمين كده. طبعا الحبهان بتاعي انا طحناه، ما بحطوش كده لان الحبهان غالي، فما بحط الحباية كده بحسها. يعني مثلا لما بجيب شوية مثلا ب50 جنيه واطحنهم بيقضوني مدة كويسة، لان انا بحط حاجة بسيطة جدا بتدي نفس النكهة اللي انت عايزاها، على حسب مثلا بتحبها كتير، ناس بتحبها شوية، بتحطيها شوية صغيرين خالص بيدوكي نفس النكهة. فده طبعا بيوفر معايا شوية لان الحبهان غالي جدا. يعني ابو 50 جنيه ده مش عايزة اقولك حوالي 10 15 واحدة. انا طبعا كانت لسه بتتشوح معايا اهي، تتشوح ما تحطلهاش ميتها الا اذا كل السوائل اللي هي نزلتها من الخضار دي تشربها. دي تاكلي احلى لحمة في حياتك وتشربي احلى شوربة برضه، احلى من انك تخلي المية تغلي وبعدين تحطي اللحمة فيها. لا دي طبعا بتفرق جدا في الطعم، سواء هتاكليها مسلوقة، سواء هتعمليها كبسة، سواء هتشوحيها بعد كده او مثلا هتحطيها في خضار. اعملي دايما الطريقة دي، انا دايما بعتمدها ما بغيرهاش، بتفرق معايا في الطعم جامد. طبعا كانت لسه برضه شوية، كانت فيها حاجة بسيطة خالص. هنا كانت خلاص بقى. هبدأ ان انا احط المية بتاعتك، زودي المية بتاعتك مرة واحدة عشان مثلا ما تلاقيهاش شربت المية، او مثلا تزودي كمية مية بسيطة فتشربها وتلاقي لسه ما استوتش، ده تحطي ده بيمسخ اللحمة وبيمسخ الشوربة وبيخلي اللحمة ترجع كأنك لسه بتسويها تاني من اول وجديد. زودي ميتك كلها مرة واحدة عشان ما ترجعش كل شوية تزودي. ده العقد المناسب بتاعها. مثلا كل وقت تبقى اعمل الرز، دي بصلاية بشراها، ابدأ ان انا بقى ادبلها كده. معايا واحدة لومي او الليمون الناشف اللي هو المجفف ده طبعا بيفرق برضو في الطعم معايا. في الرز بقى كتري زيت شوية،
أنا باحط معلقة واحدة سمنة وباحط معلقة زيت، معلقتين زيت على حسب الكمية اللي أنا هاطبخها رز. أنا هنا كنت عاملة كيلو إلا ربع رز بس، فأنا باحط على قد ما أنا هاعمل. طبعًا حطيت التوابل مع البصل وهي بتشوح في السمنة كده، بيدّي ريحة جميلة في الأكل، على عكس ما تحطيها بعد ما تحطي المَيّة. بانزل برضه بورقة اللورا، ب هنا كنت حطيت نُص عود قرفة. البصل ده بيغيب شوية يا جماعة لإنه هو سميك كده، لازمًا تسيبيه يدبل عشان ينزّل التذكرة بتاعته في الأكل. أنا ما باخلّوش ياخد لون، أنا باخلّيه يدبل بس. أنا بابقى والله نِفْسي أصوّر وأنا باتكلّم، يعني باقول وأنا باعمل اللي أنا باعمله، بس ما باعرفش لإن أنا معايا ما شاء الله 4 عيال، ده داخل ينده، ده طالع يتكلّم، ده بينده على أخته، ده بتنده على أختها، فبيبقى في حوار تاني خالص. بيبقى نِفْسي الصراحة أتكلّم بس ما باعرفش لإن بيبقى في كلام تاني خالص. وطبعًا اللي عندهم أطفال دُولة مهما يكون ما باعرفش أسيطر على الموقف. في طبعًا خلطة كبسة أنا باجيبها من عند العطار، في اللي هي fine food مين دي. فيكم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعًا كنت حطيت بقى التوابل الكبسة كلّها، أنا باجيب فرط كده من عند العطار، بتبقى جميلة. في منها اللي أنا باقول لِك بقى اللي هي fine food جاهزة ديّة، بس أنا بافضّل دي. هنا طبعًا كانت خلاص بقى وصلت اللي أنا عايزاه، هابدأ إن أنا أحط الرز بتاعي بقى. الرز البسمتي ما بيتغسلش يا جماعة، أنتم بتقولوا لِك اغسليه، لأ ما بيتغسلش. والرز البسمتي مثلًا أنتِ بتعايريه مثلًا جايبة كوبايتين، أنتِ مثلًا جايبة نُص، جايبة كام على حسب أنتِ بتعايريه بالكوباية بتاعتِك، أي كوباية عندِك، الكوباية اللي بتعايريه بيها بتزوّدي بيها مَيّة. كوباية رز بتاخد كوبايتين مَيّة على عكس الرز بتاعنا إحنا، هو بياخد مَيّة كتير عشان خاطر ما تعملش وتلاقيه طري، بياخد مَيّة كتير. بس أهم حاجة طبعًا تشوّحيه الأول كده مع التوابل بقى والبهارات بحيث إن السمنة تغلي في الرزاية عشان تبقى معاكِ مفرفرة، ما تبقاش معجنة أو ماسكة في بعضها. هو مجرد بس دقيقتين كده بحيث إن نحس إن الرز سِخِن مع الحاجات اللي هو فيها دي، مع كل التوابل والبصل اللي أنتِ حاطاه. كل سنة وأنتم طيبين، عاد علينا وعليكم الأيام بخير. أنا طبعًا عارفة أنا جايبة قد إيه وعارفة مَيّته، فبابدأ إن أنا أزوّد المَيّة مرّة واحدة. أنا شُفت ناس الصراحة بتعمله بطريقة غريبة، ما بتعملش بصل، بتحط التوابل دي بس، يعني مش عارفش الصراحة طعمه هيبقى إيه، بس أنا شُفتها لقيتها تحس إن الطريقة غريبة. البصل مهما يكون هيدّي له طعم، يعني إيه أحط رز كده أبيض عليه توابله ومَيّة وخلاص على كده، فين بقى فين الطعم وفين البتاع. الرز البسمتي في العموم أصلًا ما لوش طعم، فأنتِ اللي بتنكّهيه بالحاجات باللي معاكِ. طبعًا عود القرفة ده بيفرق جدًا، جدًا، جدًا في الطعم. لو ما عندكيش قرفة خشب بتحطي، لو عندِك اللي هي المطحونة دي بتحطي حاجة بسيطة، سِنّة كده على طرف المعلقة منها، تدّيكِ برضه نفس التيست اللي أنتِ عايزاه. تحطي ملحِك بقى اللي أنتِ عايزاه، تبدئي بقى إيه تغطّيه. طبعًا شوفي تحسّي إن الرز باصطاده من المَيّة إزاي، المَيّة قد الرز مرّتين. وهنا طبعًا كان بيغلي معايا. ما بيبقاش ملكي أوي لإن أنا اللي باصوّر وأنا اللي باعمل، فبيبقى برضه الموضوع بيبقى صعب عليّا شوية عشان خاطر أقدر إن أنا أوصّل لكم الصورة دي. هنا كان خلاص شرب بقى مَيّته، هابدأ إن أنا أوطّي عليه بقى وتغرفي وبالهنا والشفا. تحفة.